استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الضحكة الحلوة على سماعة مونيكروفون، وجات الساعة 6:15، يعني ميعاد حلقة جديدة من برنامج من سحر آتي. معاكم مونيكا ميشيل، ويلا بينا نسمع طبلة النهاردة اللي هتاخدنا نعيش سحر أسطورة رمضانية جديدة. هنعيش أنهي حكاية يا ترى؟ هنروح في حارة صغيرة من حارات القاهرة القديمة. بيقولك كان في خباز عجوز اسمه عم صالح، واشتهر باسم غريب قوي الصراحة، خباز القمر. ما تستغربش، هتعرف ليه. الراجل الطيب ده كان معروف بأحلى عيش بيخبزه في رمضان، واللي محدش فاهمه بقى إن العيش بتاعه كان عمره ما بيخلص مهما الناس اشترت. دولاب العجين اللي عنده كان دايما مليان، والفرن طول الوقت شغال ما بيطفيش، والريحة الحلوة بتاعته تجيبك من آخر الشارع، وشغال دايما لحد السحور. أنا بحب المعجنات الصراحة، فحاسة بالكلام ده قوي من جواي. المهم، الأسطورة بتقول إن كان في زمان راجل فقير دخل على عم صالح ليلة بدر رمضان، وكان جعان جدا لكنه ما كانش معاه فلوس خالص. عم صالح بصله بحنية كده ومدله رغيف سخن وقال له: كل وسامحني معلش لو العيش مش كفاية يعني. الراجل ابتسم له كده وقال له: كفاية إني شفت الخير اللي في قلبك. وأول ما أخد أول لقمة اتحول لنور واختفى. اتقال بعدها إن الراجل ده كان ملاك، وإنه بارك العجين بتاع عم صالح، ومن يومها العجين عمره ما خلص، وكل ما يخبز يلاقي العجين بيزيد. وبقوا الناس يقولوا بينهم وبين بعض: عيش عم صالح معمول بنور القمر، في بركة من السماء، واللي ياكل منه عمره ما يجوع في رمضان. وفي كل سنة في ليلة البدر الخبازين في الحارة نفسها يفتكروا عم صالح ويحكوا عن خباز القمر لكل جيل جديد. قول لي انت بقى، امتى عملت خير وربنا عوضهولك في ساعتها في وقتها كده، حتى لو كانت بكلمة طيبة، جبر خواطر يعني؟ اكتب لي تحت في الكومنتس، ولو حابب برضو تقول بتحب ايه في المعجنات انا هعزك قوي الصراحة. ودلوقتي صوت طبلتنا سكت، واستنوني بكرة مع خبطة طبلة جديدة هتاخدنا نعيش سحر أسطورة رمضانية جديدة الساعة 6:15 بالظبط في برنامج من سحر آتي مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.